بيبدأ الفيلم مع جون وابنه وهما في السوبر ماركت، وفجأة جون بتجيله رسالة تحذير رئاسي علشان يتوجه هو وعيلته لملجأ الطوارئ. وفي اللحظة دي نفس الرسالة بتظهر على التلفزيون عنده في البيت، لكن مراته ما بتشوفهاش لأنها بتجهز لاستقبال جيرانهم اللي جايين يزوروهم. والرسالة دي بتخلي جون ياخد ابنه ويمشي بسرعة من الماركت، وأثناء الطريق بيلاحظ وجود دبابات كتير في الشارع بالإضافة للطيارات العسكرية. وبمجرد وصوله البيت بيلاقي جيرانه موجودين ومشغولين بالأخبار اللي بتذاع آخر التطورات للمذنب اللي هيضرب الارض. والمتوقع ان المذنب ده هيقع في المحيط على حسب كلام الاخبار، وده هيقلل خطورته، لكن بيحصل العكس بمجرد سقوط شظيه، وبتحصل موجه بتوصل قوتها للمدينه اللي عايش فيها جون. واللي حصل ده بتنقله القنوات علشان الناس يعرفوا مدى خطوره الموقف. والمهم دلوقتي مش اللي حصل، الفكره في اللي لسه هيحصل لو سقط اي شظيه تانية على الارض. وبعد حاله الذعر اللي صابت الناس بتوصل رساله تحذير تانية لجون علشان يتحرك فورا هو وعيلته للملجأ. والرسالة دي موجهة ليه دونا عن الموجودين من جيرانه، ولأن مفيش وقت جون ومراته بيحضروا شنطهم بأهم الحاجات اللي هيحتاجوها زي الأنسولين بتاع ابنهم لأنه مريض سكر، وبيتحركوا بالعربية بسرعة علشان يوصلوا المطار. لكن بتوقفهم واحدة من الجيران وبتترجى جون علشان ياخد بنتها معاه وينقذها من الموت. وللأسف جون مش بيقدر ياخد البنت منها، وده بسبب الرسالة اللي جاتله. ولما زوجته بتسأله ليه مرضيش ياخد البنت، فبيقول لها إنهم لو خدوها معاهم الجيش مش هيرضى يدخلها، وبكده هيضطروا يسيبوها لوحدها بره الملجأ. واثناء الطريق بيلاحظوا هجوم الناس على المحلات بما فيهم الحراميه اللي بتستغل اي موقف علشان يسرقوا اللي هم عايزينه بدون رقابه. بس اللي بيعملوه ده من غير فايده، لان مش ده اللي هينجيهم من الموت لو الارض اتدمرت بسبب المذنب. وبرغم ان الرساله دي وصلت لناس معينه، الا ان الطريق للمطار بيكون زحمه من كتر الناس اللي عليه، وده اللي بيخلي جون يغير طريقه علشان يوصل بسرعه بسبب توتره من كلام الاخبار اللي بتبلغ الناس ان الدمار اللي سببته الشظيه ده كافي لتدمير الارض. وجون لما بيوصل للمطار بيلاقي عدد كبير من الناس واقفين بره، ولكن الجيش مش بيدخل غير الناس اللي تم اختيارها، وده لسبب معين، واللي بيبقى من ضمنهم جون وعيلته اللي بيدخلوا بمجرد ما بيتم التحقق من هويتهم. وبعدها بيستلموا اساور باسمائهم علشان دي اللي هيركبوا بيها الطياره. بس بعد ما بيتم تفتيشهم الاول ونقل حاجتهم الشخصيه في شنطه واحده بتستلمها كل عيله، والكلام ده بينطبق على كل الناس اللي هتركب معاهم الطياره. والمشكله ان وقت نقلهم للحاجه بيكتشفوا ان علاج ابنهم مش موجود، فبيضطر جون يخرج ويسيبهم علشان يشوف العلاج في العربية. وقبل خروجه من بوابة المطار بيتأكد من الحرس انه يقدر يدخل تاني علشان عيلته جوه، وبسبب الزحمة اللي بره مراته بتقلق عليه، وده اللي بيخليها تروح تسأل واحد من الحرس عن سبب تأخيره. ولما بيعرف منها ان جوزها خرج علشان يجيب علاج ابنهم بيبلغ رئيسته اللي من غير اي نقاش بتمنع عيلة جون من السفر، وده لان ابنه مريض وهم مش محتاجين غير الناس اللي صحتهم سليمة بس، ومش بتتعاطف معاهم لان القانون اللي بيمنع ابن جون من السفر هو نفسه اللي ما اختارتش عيلتها تكون من ضمن الناس اللي هيتم انقاذهم. وكل اللي حصل ده جون ما يعرفش عنه اي حاجه لانه بره بيجيب علاج ابنه من العربيه. وبناء على اتفاقه مع مراته انهم هيتقابلوا في الطياره، ده اللي جون بيعمله اول ما بيدخل تاني. ووسط كل الناس الموجوده في الطياره جون بيفضل يدور على مراته وابنه، وما بيقدرش يوصل لهم حتى من خلال شبكه النت بعد ما اتدمر القمر الصناعي. وفي اللحظه دي واحد من ركاب الطياره بيلاحظ العلاج في ايد جون، وبيستغرب انه موجود معاهم في الطياره مع انه تعبان، وده لان ابن اخته اتمنع من ركوب الطياره بسبب مرضه. وبسبب كلام الشخص ده جون بيفهم ان مراته وابنه مش موجودين على الطياره، وبيطلب من الحارس ينزله من الطياره قبل ما يتحركوا لان عيلته مش موجوده فيها. وفي الوقت اللي بتخرج فيه مرات جون من المطار بتوصل اشاره للحراس الموجودين على البوابه بتخليهم يسيبوا اماكنهم، وده اللي بيسمح للناس بالدخول للمطار بشكل همجي علشان يركبوا الطيارات. وبسبب الفوضى اللي بتحصل من هجوم الناس بيضطر الجيش انه يتعامل مع الموقف علشان يسيطر عليهم. واثناء منع الناس من ركوب الطيارات بتخرج طلقه بالغلط وبتصيب حارس منهم وهو ماسك خرطوم البنزين، وجون بياخد باله من اللي حصل، وعلشان كده بيطلب من الناس تنزل بسرعه من الطياره لان في خطوره عليهم. وفعلا بسبب ضرب النار بتنفجر الطياره وبتتسبب في موت عدد كبير من الناس. ولحسن الحظ جون قدر انه يبعد قدر الامكان عن الطياره، ولكن لسه الخوف مسيطر عليه بسبب قلقه على عيلته علشان احتمال يكونوا من ضمن الناس اللي ماتوا من الانفجار. بس بيطمن شويه بعد ما بيعرف من الحارس انهم خرجوا بسبب رفضهم لابنه علشان مرضه. وفي اللحظه دي مرات جون بتبعت له رساله علشان تعرف هو فين قبل ما تتحرك وتروح لابوها. وللاسف ابنها بيبقى ظاهر عليه التعب لانه ما خدش العلاج بتاعه، ولازم تتصرف وتلاقي صيدليه علشان تقدر تجيب له علاج. وبعد ثواني جون بيوصل للعربيه ومش بيلاقيهم جنبها، لكن بتلفت نظره الورقه اللي مراته بتبلغه فيها بمكانهم، وده اللي بيأكد له انهم
انهم بخير لحد دلوقتي. في اللحظة دي مراته بتبقى وصلت لصيدلية علشان تاخد علاج لابنها، ولسوء الحظ عصابة مسلحة بتدخل للمكان وبتموت اللي بيجي قدامهم. بس بتقدر مرات جون انها تخرج بابنها سليم بسبب واحد عنده شوية ضمير من افراد العصابة، وبتستنجد بناس علشان يوصلوها في طريقهم للمكان اللي عايش فيه ابوها، والناس بيتعاطفوا معاها هي وابنها بالذات لما بيلاقوا ان الولد تعبان، لحد ما بيعرفوا انهم كانوا من المجموعة اللي الدولة اختارتها، وهنا التعاطف ده بيختفي. وبتنتقل الاحداث لجون اللي بيحاول يلاقي عربية علشان يقدر يوصل لمراته وابنه، ولما بيبص في السماء بيلاقي الشظايا بتاعة المذنب بدأت تقرب اكتر بكتير من الاول. وفي نفس اللحظة دي بيشوف ناس عاملة حفلة فوق سطح بيت، وتقريبا مش فارق معاهم الموت وعمالين يحتفلوا. وجون لما بيلاقيهم في مكان عالي بيقرر انه يطلع فوق على امل انه يلاقي شبكة، وفعلا الشبكة بتيجي في موبايله وبيعرف يكلم مراته، ولكن ما بيقدرش يفهم منها اي كلمة بسبب ان الشبكة ضعيفة. وفي اللحظة دي جون بيشوف الشظايا وهي بتضرب الارض، واول ما جون بينزل بيلاقي عربية فيها ناس رايحين على كندا، وبيترجى صاحب العربية علشان ياخده معاه في طريقه. واثناء الطريق واحد من الركاب بيتكلم معاه لما بيشوف الاسورة اللي في ايده، والشخص ده بيستغرب انه موجود معاهم في العربية ومش مسافر بالطيارة زي الناس اللي تم اختيارهم. وجون بيفهمه ان عيلته اتمنعت من السفر بسبب مرض ابنه، والشاب ده بيعرف جون ان الدولة اختارت ناس معينة بناء على وظيفتهم، ومن ضمنهم عيلته، ولانه منعزل عنهم من سنين فاضطر انه يشوف اي وسيلة تنجيه من اللي هيحصل بدون مساعدة عيلته. وبيعرفوا انهم رايحين لمكان قريب من كندا، وهناك هيركبوا طيارات توصلهم للملاجئ اللي الجيش بيبعت عليها الناس بطياراته العسكرية. ولانهم قدروا يتتبعوا حركة طيارات الجيش ده اللي عرفهم بالمكان اللي بينقلوا فيه الناس. وفي الوقت ده مرات جون وابنه بيبقوا لسه في طريقهم، ومن بعد ما الراجل اللي راكبين معاه عرف ان معاهم اساور لدخول المطار نظراته بقت مريبة تجاههم، وفجأة بينزل من العربية وبيرمي مرات جون بره بالقوة وبياخد منها الاسورة بتاعتها، وبيخطف ابنها وبيمشي وبيسيبها على الطريق لوحدها، ومفيش ولا عربية بترضى تقف لها. ومرات الراجل ده بتطمن الولد علشان ما يخافش، وبتعرفه انه هيسافر معاهم وهيكون في امان. وفي نفس اللحظة دي جون بيتعرض لنفس الموقف لما شخص من الركاب بيشوف الاسورة في ايده وبيكون عايز ياخدها منه بالقوة، ولما بيتخانقوا مع بعض حركة العربية بتختل وبيقعوا كلهم على الارض. واول ما بيفوقوا من اثر الوقعة بيكملوا ضرب في بعض لغاية ما جون بيقتل واحد منهم بالغلط، ولكن الغلطة دي بتخوف باقي الركاب وما بيقدروش يقربوا من جون تاني. فبياخد جون الانسولين بتاع ابنه وبيمشي وهو مصدوم انه قتل بني ادم. وفي الوقت ده مراته بتبقى ماشية في الشارع ومش عارفة تعمل ايه علشان تنقذ ابنها، ولكن مرة واحدة بتلاقي عربية وقفت لها والناس بيعرضوا عليها تركب معاهم علشان يوصلوها. ولحسن الحظ ان العربية دي هتعدي على نفس المطار اللي الناس واخدين ابنها ورايحين عليه، اللي في اللحظة دي بيبقوا وصلوا فعلا وبيهددوا الولد علشان يسمع كلامهم. ووقت دخولهم من البوابة يقول انهم اهله الحقيقيين والا مش هيشوف امه تاني. وبعد ما بيوصلوا للبوابة بيلاقوا عدد كبير من الناس والجيش، ومش بيدخلوا غير الناس اللي معاهم الاسورة اللي بتدل على اختيارهم من الدولة. والجندي اللي واقف على البوابة مش بيدخلهم بعد ما بيشك انهم مش اصحاب الاساور دي، واللي بيأكد للجندي ان في حاجة غلط في الموضوع كلام ابن جون بان دول مش ابوه وامه الحقيقيين وانهم خطفوه منهم. فبيتقبض عليهم وبياخد الجندي الطفل علشان يطمنه، وبيلاحظ الجهاز اللي مع الولد وبيعرف انه تعبان. وفي الوقت ده مرات جون بتبقى لسه في الطريق، وبمجرد ما بيوصلوا المكان قريب من المطار ما بتقدرش انها تستنى الزحمة وبتنزل من العربية وبتكمل الطريق على رجليها. واول ما بتوصل للمطار بتسأل على ابنها، ولكن من الزحمة الموظفة ما بتقدرش تفيدها بأي حاجة، وبيبقى في شخص واقف وسامع كلامها عن ابنها وبيقدر يوصلها بيه. وبتفرح برجوع ابنها لحضنها مرة تانية بعد ما فقد الأمل، والممرضة بتطمنها إنها عملت اللازم وادت ابنها جرعة أنسولين. وبعد ما بتعرف الممرضة إنهم هيمشوا من المطار بتقول إنها هتوفر لهم أتوبيس يوصلهم للمكان اللي هم رايحينه، وكمان هتديهم جرعات أنسولين تكفيهم لأسبوع. وبتنتقل الأحداث لجون وهو بيكسر باب بيت ناس غريبة، وأول ما بيدخل بيشوف الأخبار علشان يعرف آخر التطورات اللي حصلت، وبعد كده بيغسل إيده من أثر دم الشاب اللي قتله بالغلط. وبعدها بياخد مفاتيح عربية الناس صحاب البيت علشان يتحرك بيها لأن مفيش وقت. وأول ما بيوصل لأبو مراته بيدخل بسرعة على أمل إنه يلاقي مراته وابنه، وده اللي بيستغربه حماه لأن جون جايله من غير بنته وحفيده. وبعد ما بيعرف اللي حصل لهم جون بينتظر مراته تيجي، وفي اللحظة دي مراته بتكون وصلت للمدينة وبتكلم أبوها علشان يجي ياخدها للبيت، وبتتفاجئ إن جون معاه وأخيرا اتجمعوا مع بعض وبيرجعوا تاني للبيت. وهناك بيشوفوا على التلفزيون شكل الملاجئ اللي الجيش كان بينقل الناس فيها على حسب الوظائف اللي هيحتاجوها بعد الكارثة اللي هتحصل للعالم، ولازم يمشوا دلوقتي علشان يلحقوا الطيارات اللي رايحة على هناك زي ما قاله الشاب في العربية. وبيقرروا إنهم يتحركوا حالا، ولما جون بيحاول يقنع حماه يجي معاهم بتحصل موجة قوية بسبب اصطدام شظية بالأرض، وبرغم كده مش بيوافق يروح معاهم وبيفضل إنه يستنى في بيته. والطريق بيبقى زحمة
الزحمة بسبب حادثة من كتر توتر الناس إنها توصل للمطار بأي سرعة، وفي نفس الوقت ده بيسمعوا الأخبار بتحذر الناس يستخبوا في مكان يحميهم من الشظية اللي هتهبط على الأرض بعد لحظات من دلوقتي. وبالصدفة بيبقى ده نفس المكان اللي موجود فيه جون، وبتبدأ تنزل الشظايا فوق الناس وعربياتهم وبتبقى السبب في موتهم. وجون بياخد عيلته لتحت كوبري يحميهم من الشظايا، لكن بيلاقي واحد فقد الوعي في عربيته وبيروح بسرعة علشان يخرجه منها قبل ما تنفجر بيه، وبيتحمل النار اللي بتحرق ايده علشان ينقذ الشاب ده. وبعد ما بينتهي سقوط الشظايا بيتحركوا بسرعة للمطار، وبيلاقوا آخر طيارة هتمشي من هناك، وبيخاطر جون بحياته هو وعيلته علشان يوقف الطيارة قبل ما تقلع. وخطته بتنجح، ولما بينزل الكابتن بيرفض ركوبهم في الطيارة لأن عدد الركاب اكتمل، وبعد إلحاح من جون ومراته بيوافق الطيار ياخدهم معاه، وكمان بيجيب له شنطة إسعافات لأنه لاحظ الإصابة اللي في إيده. وبعد ساعات بيوصلوا للمكان اللي فيه الملجأ، لكن فجأة شظية بتضرب الأرض وبتبقى السبب في موجة قوية بتؤدي لعدم توازن الطيارة. ومن حسن الحظ بيقدر الكابتن إنه يسيطر على الطيارة لحد ما بيهبط بيها على حساب حياته. وبعد كده جون بيوجه الناس لمكان الملجأ علشان يمشوا ناحيته، وبيلاقوا عربية من بتوع الجيش هي اللي بتوصلهم للملجأ بسرعة لأن المذنب قرب من الأرض، وبيبقوا هم آخر ناس توصل للملجأ. وبعدها بيتم قفل الأبواب استعدادا لضربة المذنب، وفجأة العالم بينهار من قوة المذنب. وبعد وقت من التصادم بتترسل الملاجئ اللي أنقذت الناس على مستوى العالم إنهم نجوا من اللي حصل. وبعد 9 شهور بتتفتح الأبواب على الناس علشان يخرجوا من تاني للأرض اللي أصبحت رماد بسبب المذنب اللي دمر العالم كله. لكن أيا كان اللي حصل يكفي إن في ناس لسه عايشة وتقدر إنها تعمر الأرض من تاني. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناة، وسلام.